صباح الخير او مساء الخير على حسب ما انت بتشاهد الفيديو. امبارح ظهر لنا فيديو بشع بمعنى الكلمة. لك ان تتخيل ان في ظل بقى ال الوقت الصعب اللي البلد بتمر بيه والازمات والكلام ده كله، مش هقول مسؤول، موظف شغال في الحي، راجل كده بقى ايه، له هيبة وله شنة ورنة، راجل من الناس اللي عندها ضمير، راجل من الناس اللي بتراعي ربنا في اكل عيشها. هو انت كده يعني انت كده راجل شغال بقى ولما تسحل الراجل كده وتخبطه في صدره وتاخد منه الحاجة اللي هو شغال بيها وبياكل بيها عيش وبيوكل عياله بيها عيش وبيقولك ده أنا من صباحية ربنا ما اكلتش. مفيش في قلبك رحمة؟ قلبك ده كده مفهوش ذرة رحمة؟ خلاص اتنزعت من قلوبنا الرحمة للدرجة دي، خلاص بقينا بنيجي على الغلبان، بقينا بنيجي على المحتاج المسكين، بدل ما تقول له الله يقويك. وراجل كبير مش صغير، يعني انت كان نفسك بقى، انت كنت محتاج واحد شاب كده، الدنيا بقى يعني الدنيا جاية عليه، هو بقى اللي يبقى في وشك ساعتها، كان اداك على طول على قفاك، ما كانش هيسمع عليك. انما انت تيجي على الغلبان، انما بقى انت تيجي مع واحد مثلا تاني بقى شاب ولا حاجة، ما تقدرش تفتح بقك معاه عشان عارف ان هو هيكسر عظمك. انما انت عارف ان ده راجل لا بيهش ولا بينش وعلى باب الله ورزقه يوم بيوم، رايح تعمل عليه بقى اللي انت خلاص بقى الباشا. وبرضه النوعية دي اللي هتلاقيها بياخد فلوس وبياخد رشوة عشان يعمل اي مصلحة كده من تحت لتحت. هي النوعية القذرة دي اللي مودية البلد في داهية، هي النوعية القذرة المنتشرة دي هي اللي مخليها مصر ترجع لورا. وعمرنا ما هنطلع لقدام غير الناس دي تتحاسب. الناس اللي زي دول هم اللي خاربين البلد وناهبين البلد. اه ده تلاقيه بقى بيلف يعمل له شوية مصالح ويجي آخر اليوم، لا ده أنا لازم أثبت بقى للمسؤولين اللي أنا شغال معاهم اللي أنا شغال. هثبت لهم إزاي؟ هجيب أي حاجة من الشارع، مش مهم بقى راجل غلبان مش غلبان يا عم، يعني أنا هعمل له إيه؟ هعمل له إيه؟ ما هو مش مهم بقى، عادي آخد أي حاجة كده أروح بيها الحي أعرف الناس اللي أنا شغال. حسبي الله ونعم الوكيل. ولو الراجل ده ما اتحاسبش، عمرنا ما هنطلع خطوة لقدام. يلا، السلام عليكم.